السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي ومتابعيني في قناة طبخ وفن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بيتزا سهلة وسريعة. هنعملها من العيش السوري وهنعملها بالفراخ. مش قادرة اوصف لكم قد ايه كان مذاقها رائع، واحسن بكتير جدا من البيتزا العادية اللي بتحتاج مننا مجهود كبير ووقت كبير في المطبخ، واسهل واسرع من اللي بنعملها من العجين. واولادك هيطلبوا منك تعمليها باستمرار، سواء في العشاء أو الفطار. بتبقى مناسبة جدا كوجبة خفيفة، وكمان بتبقى لذيذة جدا. وإذا كان أطفالك بيغضبوا على الأكل، عمرهم ما هيغضبوا على النوع ده من البيتزا. جربيها بالطريقة دي ومش هتندمي أبدا. يلا تابعي معايا الفيديو على بركة الله، مشاهدة مفيدة إن شاء الله. في طاسة هقطع بصلة كبيرة أو بصلتين صغيرين، وأحط عليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وأشوحهم كده فيها. ياخد البصل تقلبتين مع السمنة كده، وبعدين ابتدي اضيف عليه نص كيلو من الفراخ المقطعة صغير. هبتدي اقلب الفراخ كده مع البصل لغاية ما يتغير لونها وتستوي معايا نص سوا. هقلب باستمرار علشان تستوي من الجنبين. ممكن تستعملي صدور الفراخ او الوراك المخلية اللي يريحك، بس الوراك بتبقى فيها نسبة دسومة وبتدي طعم جميل للفراخ وللوصفة. هقلب كويس لغاية ما تاخد لون من الجنبين. عندي 3 فصوص توم مقطعهم صغير هضيفهم واقلب كله مع بعضه. اول ما يبتدي ريحة التوم تطلع معايا، هنزل بالفلفل الالوان، احمر واصفر واخضر، نص قرن من كل حاجة. هقلب كل المكونات على بعضها، هقلبها كويس لغاية ما تاخد من ريحة بعضها كده وتبتدي الفراخ تستوي معايا. عندي التوابل بتاعتي، كمون وفلفل وكزبرة وجنزبيل وقرفة، من كل حاجة ربع معلقة صغيرة. التوابل مش كتير، بس الكاميرا هي اللي مقربة على الطبق. هقلب كله مع بعضه، هقلب كويس لغاية ما الفراخ بتاعتي تستوي سوا كامل. والنار ما تبقاش عالية قوي عشان الفراخ ما تتحرقش معايا، والخضار تبقى النار متوسطة تحتها، واقلب باستمرار. خلاص كده يا جماعة، انا هقفل عليها النار. عندي صينية فرن انا دهناها بمعلقة زيت، وعندي عيش شامي. هبتدي ارص كده العيش على الصينية، وبعدين هبتدي ادهن العيش بتاعي بجبنة بيضة فيتا او اي جبنة تحبيها، ما تكونش حادقة، يعني تبقى ملحها وسط عشان ما تبقاش تحدق لي البيتزاية قوي. هبتدي بقى اوزع كده الجبنة على الوش الرغيف، لاني هعمل البيتزا طبقتين من العيش، ما بينهم الجبنة البيضة، بتدي طعم جميل. وفي نفس الوقت الرغيفين بيبقوا متماسكين مع بعضهم، وارضية كويسة وسميكة للبيتزا. هبتدي اوزع كده الجبنة، ما تكتريش الجبنة قوي عشان البيتزاية برضو ما تبقاش حادقة معاكي. هي معلقة او معلقتين على كل بيتزاية او على كل رغيف. تمام. خلاص كده انا هبتدي احط الرغيف التاني كده على الوش واظبطه علشان يبقى منتظم كده مع الرغيف اللي تحت.
تمام. عندي بقى معلقتين من الصلصة على معلقتين من الكاتشب على معلقتين هريسة. هبتدي اقلبهم كلهم على بعض كده تقليب كويس، وبعدين هبتدي اضيفهم على وش الرغيف. كل بيتزاية هتاخد معلقتين من الخليط بتاعي ده. هوزعه برضو على وش العيش كده. البيتزا دي سهلة وسريعة ومتوقفكيش كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا وهتعجب الأولاد. هبتدي أوزع كويس كده على وش العيش. والمقدار بتاعنا ده ممكن يعمل 4 بيتزات بالبركة، ممكن تمشي 4 بيتزات. بس أنا ما كانش عندي كمية عيش شامي كتير فعملتهم على 3 بيتزات. لما بنسمي بسم الله الحاجة بتكفي وبيبقى فيها بركة. خلاص كده انا هجيب الفراخ اللي انا عملتها سويتها مع الخضار، هبتدي احطها على وش العيش كده، وبعدين هبتدي اوزعها بالتساوي كده على وش العيش. هوزع كويس كده وابتدي يبقى قطع الفراخ على كل البيتزاية من فوق. واللي عايز يعملها باللحمة المعصجة هتمشي معاه، او بجبن سادة كده هتمشي برضو. بيبقى لها طعم مختلف مع اي نوع من اللحوم. الفراخ لها طعم واللحمة لها طعم، وبرضو لما بتكون بالجبن ميكس الجبن برضو بتبقى لذيذة. خلاص كده بعد ما وزعت الفراخ على وش البيتزاية كده، هبتدي بقى اجيب الموزاريلا عندي واوزعها برضو على وش البيتزاية كده. احط موزاريلا كتير بتدي طعم، ووش البيتزا بيبقى جميل، ولما الاولاد بياكلوها بتبقى طعمها حلو وبتشد معاهم، فدي بتخليهم ينبسطوا او يبقوا سعداء. ولو عندك جبنة رومي او اي نوع جبنة بتحبيه ممكن تضيفيه كمان، بيعزز الطعم ويخلي البيتزا طعمها جميل. بس الموزاريلا اساسي عندي لانها هي اللي بتدي للبيتزا المطة اللي احنا بنبقى عايزينها. والموزاريلا بتبقى انواع، في نوع بيبقى جيد جدا ونوع تاني ما بيشدش معاكي كويس، فانتي نقي النوع الجيد جدا، وبيبقى كلهم بنفس السعر. خلاص كده هنحط زيتون على الوش، زيتون اخضر او اسمر اللي يريحك. وبعد ما خلاص كده حطينا مكونات البيتزا كلها هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط. والبيتزا الخطيرة بعد ما خرجت من الفرن وقعدت حوالي 20 دقيقة، شغلت الفرن الاول لمدة ربع ساعة، وبعدين 5 دقايق خدت الوش من الشواية. ولو لقيتي وشها ناشف شوية او الاطراف بتاعتها ناشفة، ممكن بفرشة كده ومعلقتين لبن بتسقسقي على الوش كده فبتبتدي تطرى تاني. هنقطع بقى البيتزا بتاعتنا لحتة جميلة وطعمها كان في منتهى الجمال. اتمنى تجربوها بالطريقة دي، واتمنى الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة صادقة عن ظهر قلب. دمتم في رعاية الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.